النهارده كنا نصحى على كارثه زي اللي كنا بنصحى عليهم في 2013 و2017 و2000 كمان و19. كنا ممكن نصحى على انفجار كنيسه او جامع او حتى مستشفى لولا تدخل قوات الامن الوطني. احنا عندنا رجاله وصقور عينهم مفتحه. اللي حصل النهارده ان الساعه 5 الفجر كده بالتحديد وفي منطقه بلاد دكرور قوات الامن صفت 2 من عناصر شديده الخطوره كانوا بيجهزوا لعمليه نوعيه او ارهابيه في مصر. طبعا كلنا فاكرين حركه حسم، الحركه دي اللي هي اختصار حركه سواعد مصر، واللي من شهر بالتحديد نزلوا فيديو بيهددوا فيه مصر ان هم هينزلوا ويرجعوا يعملوا عمليات ارهابيه تاني ضد الجيش وقوات الشرطه. الموضوع ده كان على طول قبل يوم 3 يوليو. دايما الجماعات الارهابيه بتيجي في التوقيت ده من السنه وبيهددوا فيه بعمليات نوعيه او عمليات ارهابيه، لان الجماعات دي في بينها وبين الجيش طار، ومن ساعه 30/6 سنه 2013 وهم عايزين يرجعوا تاني وياخدوا بطارهم من قوات الجيش والشرطه اللي مشوهم بره البلد. طب ايه اللي حصل؟ ومين الناس اللي كانوا هيعملوا العمليه دي النهارده واسمائهم ايه؟ ودخلوا اصلا مصر ازاي؟ وايه المخطط اللي كانوا ناويين نعملوه اليومين دول؟ طب ليه المخابرات الحربيه او الامن الوطني سابهم يعدوا من الحدود ويخشوا وفضل سايبهم لحد تنفيذ يوم العمليه؟ ومين هي حركه سواعد مصر او اللي اختصارها حسم؟ ومين هو مؤسسها او قائدها؟ ومين جهاز المخابرات اللي مشغله؟ ده اللي هنلخصه مع بعض في حلقه النهارده من الخلاصه. النهارده الساعة 5 الفجر قوات الامن الوطني بعتت فرقه من فرق تحرير الرهائن لمنطقه بلاد دكرور. قوات جالها تعليمات ان في 2 من العناصر شديد الخطوره قاعدين في منطقه بلاد دكرور وبيخططوا لعمليه ارهابيه في مصر، خلاص هينفذوها، وجه الوقت ان الامن الوطني يقبض عليهم. وفعلا تتحرك الفرقه دي وتروح للمكان اللي قاعد فيه العناصر الارهابيه. كانوا قاعدين في المنطقه هناك في عماره رقم 7 في الدور الثالث. قوات اتجمعوا كلهم وحاصروا المكان من كل الاتجاهات، وهم طالعين على السلم ال2 عناصر اللي كانوا قاعدين في الشقه سمعوا صوت ان في حكومه داخله عليهم، فعلى طول قاموا فاتحين النار عليهم وراحوا نطوا من الشباك. طبعا في التوقيت ده في الفجر الناس كتير كانت رايحه تصلي الفجر واللي راجع من صلاه الفجر، ففي واحد من المواطنين كان بيعدي ولما لقى ان في ضرب نار حاول يجري ويهرب. فلما العناصر الارهابيه شافوه بيجري افتكروه تبع الحكومه او هو اللي ارشد عليهم، راحوا ضربوه بالنار، وقع قتيل على طول. ففي ضابط من اللي كانوا داخلين في المأمورية دي شاف ان في راجل مدني وقع على الارض، فجري على طول عشان يحاول يخليه من المكان، لكنه اصاب بطلق نار على طول. طبعا قوات الشرطه كانوا واخدين تعليمات واوامر ان هم ما يخلصوش على ال2 دول، يجيبوهم زي ما هم كده عشان يتحقق معاهم، وزي ما بنقول كده يعني يقروهم، ياخدوا كل المعلومات اللي عندهم. لكن طبعا القيادات وهم في الموقع لما شافوا ان في مدني وقع وان في كمان ضابط من ضباطهم وقع، قال لك لا خلاص هي ما فيهاش، فعلى طول خلصوا عليهم. العنصرين اللي وقعوا دول واحد كان اسمه احمد عبد الرازق والتاني كان اسمه ايهاب عبد اللطيف. طب ايه حكايه ال2 دول بقى، ومين اللي مشغلهم ومين اللي بعتهم جوه مصر وكانوا داخلين يعملوا ايه؟ بص بقى يا سيدي، مبدئيا كده ال2 دول هم كانوا تبع حركه حسم اللي انا قلت لك عليها في اول الفيديو. طب مين هي الحركه دي ومين القائد بتاعها؟ قائدهم اسمه يحيى ابراهيم، وهو ده اللي مؤسس الحركه. يحيى ابراهيم ده بقى حكايته حكايه، الراجل ده مقفل اللعبه، واخد له اعدام على بتاع 100 سنه حكم، خارب الدنيا خالص، وشارك في عمليات ومخططات محدش يتخيلها. اولهم كده وبسم الله الرحمن الرحيم كان المسؤول عن عمليه اغتيال النائب العام. النائب العام ده يا جماعه يعني يكاد يكون اهميته اهم من رئيس الجمهوريه، هو الوحيد اللي يقدر يحقق مع رئيس الجمهوريه. تاني عمليه ليه واللي كان كمان بيسخن بيها وحصل في 2019 لما الرئيس السيسي كان رايح المطار العسكري بتاعه ياخد طيارته ويروح السعوديه، فصاحبنا ده كان لسه كده ايه يعني زي ما تقولوا بيبدا في المجال وبيعمل تشكيل العصابه بتاعه، فاجر شقه قدام المطار اللي كان السيسي هيطلع يركب طيارته منه، وكلم حبايبه في التنظيم الارهابي يبعتوا له واحد من القناصه علشان هيقعدوا في الشقه دي وقت ما الرئيس يركب الطياره بتاعته هيختلوه. يعني الراجل واخدها من فوق لتحت، بدأ بالنائب العام بعد كده رئيس الجمهوريه. بعد ما المحاوله دي فشلت طلع بقى على معهد الاورام، وهو اللي فجر معهد الاورام في نفس السنه في 2019. يسقط صاحبنا؟ لا ازاي، ده هو لازم يعمل عمليه تسمع في الشرق الاوسط كله. دخل على مفتي الجمهوريه حاول يغتال علي جمعه، لكن المحاوله فشلت. فواحد زي ده زي ما تقولوا كده مقطع بطاقته، يعني واخدها من النائب العام لرئيس الجمهوريه لمفتي الجمهوريه، يعني مش فارقه معاه. فهو صاحبنا ده اللي اسس حركه حسم. المساعد بتاعه بقى او اللي تحتيه او النائب عنه في الحركه اسمه علي محمود، ده نفس الكلام ماشي على خطى الاستاذ بتاعه، واخد له بتاع 200 سنه وحاول يختلع عقيد قبل كده في الشرطه، وخطط لاستهداف وتفجير معهد تدريب الشرطه في الشرقيه. الناس دي يا جماعه يعني قمه الاجرام، وعناصر بالخطوره دي
اكيد مش قاعدين في البلد بينفذوا الحاجات دي من دماغهم، في جهاز مخابرات معادل لمصر هو اللي بيمولهم بالمعلومات والسلاح وكمان بالافراد. الناس دي لما الامن شد عليهم والدنيا قفلت خالص طلعوا وهربوا بره البلد في الفتره اللي كان فيها اضطرابات في ليبيا، راحوا قعدوا هناك وحاولوا يجمعوا نفسهم كده ويتدربوا عشان لما يبقوا جاهزين يرجعوا يعملوا نفس العمليات دي تاني في مصر. وقبل 30/6 اللي فات وقبل الذكرى ال 12 من ثوره 30 يونيو الناس دي قالت جه وقت بقى ان احنا نرجع تاني لمصر ونفكر الشعب المصري بالعين الحمراء ونحاول نعمل عمليات ارهابيه ونرعبهم ونحسس العالم كله ان مصر دي مش منطقه امن وامان، لا ده احنا نضرب لهم السياحه ونعمل لنا كام عمليه كده من بتوعنا. لكن طبعا احنا عندنا هنا رجاله واعيين، يعني رجاله الامن الوطني كان عينهم على الجماعه دول من ساعه ما طلعوا الفيديو بتاعهم بتاع حركه حسم ده، رصدوا العناصر ورصدوا تسليحهم ورصدوا المكان اللي صوروا فيه الفيديو. انا عايز اقول لكم كمان مش بعيد تكون في عناصر من الامن الوطني راحت لحد ليبيا هناك وراحت لمكان العناصر دي، ويمكن يكونوا زرعوا عميل من جوه الامن الوطني في وسطيهم عشان يعرفوا تحركاتهم وايه خطتهم المستقبليه. ده لدرجه ان في البيان بتاع وزاره الداخليه النهارده بيقولوا ان هم رصدوا دخول الاثنين عناصر دول من الحدود الغربيه من الصحراء اللي بيننا وبين ليبيا دول. حد هيقول لي الله، طب يعني ليه الامن الوطني سابهم يخشوا البلد وكمان يقعدوا في وسط مدنيين؟ ما هم لو كانوا قبضوا عليهم من هم اصلا داخلين الحدود ما كانش زمان الراجل البريء اللي كان رايح يصلي الفجر ده مات. اقول لك احنا ما ينفعش ننظر على ناس زي دي، ده ممكن يكون رايك وممكن في الاول كان يكون رايي، بس انت فكرت ان هم لو اتقبض عليهم من هم قبل ما يخشوا الحدود مش جايز كانوا هم عايزين يعرفوا الجماعه دول داخلين هنا عند مين في مصر؟ يمكن ليهم فرع تاني ارهابي جوه قاعد هنا في مصر، يمكن في خلايا تاني في مصر هم يروحوا يقعدوا عندها. لازم القوات او الامن الوطني والناس بتاعت المخابرات دي بتفضل مع المجرم لحد ما يجيبوا السلسله كلها، مش يكتفوا ان هم قبضوا على واحد ولا اتنين، لا هم بيستنوا لحد ما يخش ويقعد ويشوفوا قاعد عند مين ومين اللي بينسق معاه ومين اللي بيموله، وفي الاخر خالص يقبض عليهم العمليه. فده كان موضوع لازم كان يحصل. الامن الوطني فضل متابعهم لحد ما عرف مكانهم فين بالظبط، كانوا قاعدين جنب مترو فيصل بالظبط في بولاق الدكرور في عماره رقم 7 في الدور الثالث. انا عايز اقول لكم كمان الامن الوطني ممكن يكون عارف ديكورات شقته، كل ده لازم يعني يبقى معروف. ما ينفعش ان احنا نخش وسط عمليه ونقبض على الناس اللي هتعمل عمليه قبل ما نجيب كل الشبكه. طبعا كل التعازي للراجل المدني الشهيد اللي كان رايح او راجع من صلاه الفجر وتوفى واسمه مصطفى انور، بنعزي اسرته وبندعي لهم بالصبر. العمليه اللي حصلت النهارده دي بتوري لكل اجهزه المخابرات اللي بتنظم خلايا بره ارهابيه هدفها ان هي تعمل عمليات في مصر ان اجهزه الدوله صاحيه ورصده كل التحركات دي. في النهايه يعني اي حد انت او انا ممكن كنا نكون جار الراجل الارهابي ده اللي في شقه فيصل، اي حد يلاقي ان في شارعه او في عمارته حاجه غريبه، ناس يعني جداد على المنطقه بيتصرفوا بغرابه ما بينزلوش، يحاول يبلغ فورا يا اما الشرطه يا اما الامن الوطني. ارقامهم يعني اكتب على جوجل ارقام الامن الوطني، صدقني هيتواصلوا معاك وياخدوا منك البلاغ ومش هيحطوه في الدرج، هيتابعوا وهيشوفوا. يمكن انت تكون السبب ان عمليه كبيره او ارهابيه ما تحصلش في البلد، وان انت تكون سبب في انقاذ حد ملوش ذنب زي الراجل اللي كان راجع من صلاه الفجر او رايح صلاه الفجر دي. وبس كده، لو وصلت معانا لحد هنا اعمل لنا لايك واشتراك في القناه وما تنساش تفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصه واللي بيحصل في البلد. سلام.